الفنان محمد طه ملك الموال ورائد الموال الشعبي، كان بيرتجل، كان بيألف وبيلحن وبيغني. كان عايش في شارع شبرا، شارع جسر البحر، وبيقولوا كان عنده محل لبيع السجاير، وكانت ثروته بالملايين. وحبته رقاصة شهيرة عشقته عشق، ورفض الجواز منها، وتوفى وهو بيأذن للصلاة، وترك ثروة بالملايين. فنان شعبي محمد طه من سوهاج، ابن ناس ومحترم وطيب ومحبوب من الناس كلها، وكان كريم وخير. اسمه محمد طه مصطفى أبو ضوح، مواليد 24 سبتمبر 1922، الوفاة 12 نوفمبر 1966، مواليد طهطة بصعيد مصر، وتربى في عزبة عطلة سليمان بقرية سن بيس التابع لمركز أليوب. وهو واحد من أهم المبدعين في فن الموال المصري الشعبي الأصيل، وهو صاحب 10,000 موال. جاء من صعيد مصر ليتألق في قلب القاهرة، وقدم لون غنائي مختلف يعبر عن بيئته ومجتمعه. وجاء إلى القاهرة وعمل في مصنع للنسيج في شارع شبرا، ولقت موهبته في الغناء النظر إليه، وانتبه جميع اللي حواليه على جمال صوته، حيث كان يغني داخل المصنع وبينشد، وكان بيعمل ما يسمح له بالتعرف على مصطفى مرسي المعروف برئيس الزجالين، فتنبه ليه وعلمه أصول الفن ومع الموهبة اللي كانت من ربنا سبحانه وتعالى. وصار محمد طه حلقة ذهبية في الفن الشعبي في مصر، ولأنه بدأ في المصنع وبين العمال، لذا ظل أدواره وكلماته التي كان يرتجلها في معظم الأحيان تسير بقوة إلى الطبقة الشعبية وتوصل لهم في مصر، اللي كان بدوره بيعملها وبيعلمها في كلماته حول التعب والرضا والإسمة بما أسم الله به. وجاءت شهرته بعد ما وصلت أغانيه إلى الموالد الدينية في مصر، ومنها مولد السيدة زينب ومولد سيدنا الحسين. فقد استمع إليه ذات يوم الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد، والكلام ده كان سنة 1954 في قهوة المعلم علي الأعرج، وطلب منه أنه يحضر للإذاعة المصرية، وحضر بالفعل واجتاز لجنة الاستماع، وتم التعاقد معاه بالإذاعة سنة 1956 في اللجنة اللي كانت بتضم طه حسين والإذاعي محمد حسن الشجاعي وعازف الكمان أنور منسي. وهنا وجبت الإشارة إلا أن محمد طه مثل الكثير من المصريين لم يكن يحمل أي شهادة تعليمية، ولكن من اللحظات المضيئة أيضا في حياة محمد طه أن ضمه زكريا الحجاوي إلى فرقة الفلاحين للفنون الشعبية التي كلفتها وزارة الثقافة بتشكيلها، كما غنى في حفلات وأعياد الثورة أمام الجماهير، بعد أن كلفوا جلال معوض لإحياء حفلات أضواء المدينة، وكان بيتقدم وبيغني قدام الرئيس جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكمال الدين ياسين حسين وغيرهم من القادة. وكانت النقلة الكبرى في حياة المطرب الشعبي محمد طه حدثت عندما عرفته السينما، كانت في بداية سنة 1956، وعمل فيلم المراهق الكبير، وظهر في فيلم دعاء الكروان سنة 1959، وحسن ونعيبة وخلخال حبيبي وصراع في الجبل والسفيرة عزيزة وغيرها وسر الغائب. وكون بعد ذلك محمد طه فرقة موسيقية الخاصة بيه سماها الفرقة الذهبية للفنون الشعبية، وضم ليها أخوه شعبان طه اللي كان بيشبهه تماما، كما ضمت الفرقة عازفين للناي والأرغول والكمان والعود والطبلة، وهي الفرقة اللي طالت تلازمه كل حفلاته في الأفلام اللي شارك فيها. كما كون شركة لطباعة اسطوانات سماها شركة ابن البلد. وكان الفنان الشعبي محمد طه أول فنان شعبي مصري يحمل ويحصل على عضوية جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، وبيكون له كرسي يمثل مصر من خلاله. وظل يبدع ويؤلف ويرتجل المواويل، كان بيغني، شارك بالغناء في 30 فيلم. وفي مرة كان بيغني قدام عميد الأدب العربي طه حسين، وكان أول مرة يشوفه فأعجب بصوته جدا وسأله عن مؤهلاته الدراسية. فرد الفنان الشعبي محمد طه وقال له: أنا مش شايل إلا شهادة الميلاد وشهادة الخدمة العسكرية. فرد عليه عميد الأدب العربي طه حسين وقال له: لكن معاك شهادة ربانية أكبر من الليسانس، معاك شهادة ربانية في المواويل من أشهر المواويل مصر جميلة، واللي زرعت الحب يا معلم الكل. وكان متعود إنه يقفل كل المواويل بجملة: على الأصل دور. وآخر عمل كان له في مسلسل المال والبنون سنة 1992. وظل وفيا لأهله في الصعيد وأهل سندبيس في أليوب، وكان بيساعدوا الفقراء والمحتاجين. ألف محمد طه أغاني لعملين: أرض الجزيرة عمل إذاعي، وفيلم الزوج العازب لفريد شوقي وهند رستم. الأغاني كان هو مؤلفها كلها. قضى نص عمره برا مصر،
وقالوا أولاده عن ورثه الحقيقي، وإرثه الحقيقي هو الموال وحب الناس له، وبنى مسجد وكان بيساعد الأيتام والفقراء والأرامل. كان راجل خير جدا. وقالوا إن نجوى فؤاد كانت بتحبه وكانت عايزة تتجوزه، لكن هو رفض الجواز منها وقال مستحيل إن أنا أتجوز رقاصة، أنا متجوز واحدة من عيلة وبنت ناس وبنت بلدي خلفت لي ولاد. واعتزل الغناء في آخر 4 سنوات، وكان بيطلع يؤذن في المساجد اللي في المسجد بالذات اللي كان بناه في بلده، وتوفى وهو بيأذن للصلاة. وأولاده لم يقوموا حتى الآن بتقسيم الورث بتاعه حتى لا يتم التفرقة بينهم، وده كان العهد اللي أخده على أولاده قبل ما يتوفى. الله يرحمه. صوت وكلمات وأداء، فرقة كانت مميزة، كان عنده الارتجال قوي جدا، وكان كل ده حاجة ربانية من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجة ربانية من عند ربنا وهبها لمحمد طه، انه كان بيألف وبيغني وبيرتجل المواويل ويغنيها. وكان آخر ختمة ليه في كل أغنية أو موال يقول لك على الأصل دور. فعلا محمد طه كان مالك الموال ورائد الموال الشعبي، وكان مشهور جدا في شارع شبرا، بالذات في شارع جسر البحر، والناس كلها في شارع شبرا كانت بتحبه، وفي بلده سندبيس، وفي طهطة بصعيد مصر، وحافظ على شكله وعلى لونه وعلى لبسه وعلى الجلابية والطاقية اللي كان لابسها لغاية آخر ما اعتزل الفن، آخر 4 سنين وقعدهم في بيته. لكن فضل محمد طه ملك الموال ورائد الموال الشعبي، ويكفي ان ليه كرسي موجود في فرنسا باسم الموال الشعبي ورائد الموال الشعبي. رحم الله الفنان الكبير محمد طه وتغمده بكامل الرحمة والمغفرة. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، اختكم محتاجة دعمكم، بتمنى منكم كثير من الدعم. اترككم في رعاية الله وامنه وامانته، واشوفكم الفيديو الجاي مع فنان جديد وحياة جديدة وقصة جديدة وفيديو جديد ينال اعجابكم باذن الله. ولو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. وألف شكر على كل التعليقات الحلوة اللي بتجعلني ان انا استمر، وألف شكر على التعليقات التانية برضو. بس يا رب يكون عندكم رحمة شوية في كتابتها، وبتمنى منكم ان انا استمر معاكم وتستمروا معايا، وان شاء الله بإذن الله ربنا يا رب يجعلكم دايما داعمين ليا. اترككم في رعاية الله وامنه وامانته، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، اختكم محتاجة دعمكم.